السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة من بعد غياب. بقالي فترة طويلة جدا ما نزلتش حلقات وبعيد جدا عن السوشيال ميديا. الفترة اللي فاتت كنت محتاج ان انا اعيد اولوياتي واعيد حساباتي، والحمد لله خلاص قررت ان انا هرجع تاني. كل اللي محتاجه منكم انكم تدعموني وتشجعوني عشان نكمل معظم الحلقات اللي بنعملها. المرة دي انا مختار شوية مواضيع بناء على تجاربي السابقة وعلى خبراتي اللي شفتها في السنين اللي فاتت. لو حابين ان احنا نتكلم في صفات معينة مفيش مانع تكتبوا لي في الكومنتات وانا هراجع الكلام دوت، وباذن الله هعمل عنه حلقة. معاكم عبد الله مصطفى، اربط الحزام، الرحلة ابتدت. حلقتنا النهارده عن موضوع مجرد ذكر اسمه بيوجع القلب، الخيانه. مش بس خيانه بين زوج وزوجه، الخيانه ليها اكتر من صوره: خيانه صديق، خيانه عهد، خيانه ثقه. تعالوا مع بعضينا نفهم ايه هي الخيانه وليه بتحصل وازاي نتعامل معاها. الخيانه هي ان حد يغدر بيك او يأذيك من ورا ظهرك، شخص ممكن تكون مأمنه على سرك وحياتك وقلبك، وفي لحظه يجي يكسر الامان ده. للاسف الطعنه مش بتيجي من حد غريب، الطعنه بتيجي من حد انت مديله الثقه على نفسك. طيب ايه هي اسباب الخيانه؟ اول حاجه ضعف الضمير، مفيش خوف من ربنا. رقم 2 المصلحة الشخصية، بيختار نفسه عن أي حد. رقم 3 قلة التقدير، ما بيشوفش قيمة الشخص اللي معاه. رقم 4 الملل أو الطمع، عاوز دايما أكتر من اللي عنده. 5 تربية غلط أو بيئة فاسدة، اتعود إنه يشوف الخيانة ده شيء عادي. طب إيه أثر الخيانة؟ أول حاجة بتعملها إنها بتكسر الثقة بين الناس. تاني حاجة بتعملها بتعمل جرح عميق جدا صعب يخف حتى لو فكرت تسامح. تالت حاجة بتعملها إنها بتخلي الشخص اللي انخدع مستحيل يثق وبيشك في كل اللي حواليه. رابع حاجة ممكن توصل لكره أو انتقام. طب إيه طرق العلاج؟ رقم 1 واجه نفسك بالحقيقة، الشخص اللي خانك مش زي ما أنت فاكر. رقم 2 ما تلومش نفسك، الخيانة دي غدر من الشخص اللي قدامك مش منك أنت. رقم 3 خد وقتك وأنت بتتعافى، مش لازم تتظاهر بالقوة وإنك نسيت بسرعة. رقم 4 حافظ على ثقتك في الصح، صدقني مش كل الناس خاينة، في ناس تستاهل. 5 سيب الموضوع لربنا، هو الأعدل وهو كمان اللي بياخد الحق. عرفنا دلوقتي إيه هي الخيانة وإيه أسبابها وإيه أثرها وإزاي نتعامل معاها. خلينا دلوقتي نفهم أكتر بكام موقف حصلوا فعلا وشفناهم أكيد فيهم. الموقف الأول صديق بيقول لك أنا أخوك وحبيبك، وفي أول موقف بتبص تلاقيه باعك. الموقف التاني واحد مثلا مرتبط بحد وبيدعي إن هو بيحب الحد دوت أو مرتبط بيه وهو أهم حاجة عنده في حياته، وهو أصلا بيخونه أو تلاقيه بيكلم حد تاني. موقف كمان تلاقي موظف في الشركة المفروض يؤتمن على الداتا والبيانات بتاعت الشركة، تلاقيه أخذ البيانات ديت ووزعها أو نشرها في مكان غير المكان المظبوط بتاعه. عامة الخيانة موجعة جدا، بس الأوجع إنك تخليها تغير قلبك. ربنا في كتابه الكريم بيقول إن الله لا يحب الخائنين، يعني حتى لو الناس ما عرفتش ربنا عارف ومطلع على كل حاجة وكل حاجة محسوبة. خليك من جواك صادق عشان تنام مرتاح، وسيب كل خاين لربنا وهو كفيل بيك. فك الحزام، الرحلة لسه مكملة. خلصنا حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بنعمله. سلام.